السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ حسن صديقي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الفريت بطاطا مقلية بواحد الطريقة كتجي لذيذة بزاف مقرمشة، نتمنى تجربوها. تبعوا معايا المكونات. اولا على بركة الله غادي نحتاجو 3 ديال الحبات ديال البطاطا اللي مقشرة على هذا الشكل هذا، وغادي نبدا نقطعها بهذه الطريقه هذه. من بعد ما ساليتهم كنعاود نقطعهم على هذا الشكل هذا، بحال غنصايب البطاطا المقليه يعني عاديه. انتم كما كتشوفوا كنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل البطاطا ديالي كامله وكنقطعها على هذا الشكل هذا. من بعد كنجيب واحد الكسرونه واناء، اي اناء عندكم اللي غادي توضعوها فيه كلها، وغادي ديروا لها واحد شويه ديال الملح، تقريبا ملعقه صغيره، والماء حتى كتغطى لينا بالماء، وكنديروها تسلق غير كتغلى الغليه الاولى. كنحسبوا 3 دقائق بالضبط وكنطفيو عليها. كنجيبوا اناء اللي غادي نوضعوا فيه الخلطه ديالنا، وكنديروا فيه 2 بيضات، واحد نصف ملعقه صغيره ديال البابريكا، نصف ملعقه صغيره ديال الكركم، نصف ملعقه صغيره ديال بودره الثوم، ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره ديال الملح، 2 معالق كبار ديال النشا الا ما كانش متوفر ممكن ديروا الدقيق. وكنبدا نخلط على هذه الطريقه هذه. كنخلطوا المكونات مع بعضياتها حتى كتندمجوا داك النشا ولا الدقيق، المهم اللي درتو على حسب المتوفر، يعني ما يبقاش فيه شي تكتلات ولا شي حاجه، يعني يكون الملمس ديالو ناعم على هذا الشكل هذا. من بعد كنجيب البطاطا اللي صفيتها وكنوضعها في هذا الخليط على هذا الشكل هذا. ما كتهرس ما والو لان طيبه غير نص طيبه، يعني الا زدت في الطياب راه غتعجل لكم ولا غتبقى تهرس معاكم. يعني راني شرحت لكم الطريقه ديال الطهي. كنوضعوها في كاسرونه فيها الماء، غير كتغلى كنحسبوا 3 دقائق بالضبط وكنطفيو عليها. انتم كما كتشوفوا من بعد ما خلطت البطاطا مع هذاك الخليط وتجانست مزيان، دابا في هذه المرحله غادي نمشي وغادي ندير الزيت اللي كنخليها حتى كتسخن، وكنبقى نوضع بالحبه بالحبه. الا وضعتو يعني هزيتو يعني واحد الكميه غادي تبقى تلتصق مع بعضياتها. من الافضل توضعوها على هذا الشكل هذا على هذه الطريقه. صدقوني كتجي صراحه رائعه لذيذه بنينه بزاف، نتمنى تجربوها صراحه كتستحق التجربه. انا هاد الكميه هذه اللي درت حطيتها للاطفال ديالي، يعني كلاوها كامله تقريبا، وكنخليها كتقلى على خاطرها، يعني العافيه تكون متوسطه الى فوق متوسطه، يعني ما تكونش يعني ناقصه. هانتوما كما كتشوفوا. وكنجيب واحد الصفايه اللي كنهزها بها على هذا الشكل هذا، حتى كتصفى ليا من الزيت، وكنوضعها على جانب. كنستمر بنفس الطريقه، كنهزها وكنصفيها وكنوضعها في شي اناء يكون بالجانب ديالي. هانتوما كتشوفوا كما كتجي صراحه رائعه جدا ولذيذه بهذيك التتبيله. وكنستمر بنفس الطريقه عاوتاني، كنعاود نلوح بالحبه بالحبه، يعني ما كنوضعش كميه كبيره. وهذه هي النتيجه ديالها، صراحه كتجي رائعه كتستحق التجربه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك نتاعكم اخواتي، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.